الجهراء أنا أقدر أقول أنها معقل من معاقل الإبداع في الكويت، وملتقى لمختلف الثقافات أيضا. كثيرين أيضا من اللي ما يحملون الجنسية الكويتية يعيشون في الجهراء، وهذا لفت انتباهي أيضا. أعتقد أن الحياة لوحدها في الجهراء قادرة على صنع مبدعين. أنا من الوضع الردي خايف إذا حان الوداع، والناس من زود الفسق تبكي إذا غنى وديع. خدي ضربها السيل ثم صارت محاديله وساع، والهم والأحزان في صدري لها نوح وقريع. والحظ لا مني سألته قال بعد الاجتماع مشغول بس لا شافني، مشغول بأحوال الجميع. محمد، النص جميل ولقائك كان أجمل. الله يسلمك. حضورك كان مميز، وموضوع القصيدة أعتقد يعني معبر وفي بعد إنساني. الله يسلمك. صح التعبير. تفاعل الشاعر مع قصيدته دليل تمكن وابداع وتميز. انا اجيزك وعسى الله يوفقك. طبعا كثير، او الدكتور غسان وابو علي سلطان العميمي قالوا انه الجهره لها حضور قوي، او شعراء الجهره. اعتقد هذا يعني شيء مفرغ منه، لانه الجهره انجبت شعراء كثير، والساحه الشعبيه بالكويت وحتى وصلوا للنجوميه في الخليج العربي. يعني كثيرين من ابناء الجهره. المدينه هذه لها خصوصيتها. انا ابناء هذه المحافظه، يعني حتى تطورها من كانت قرية إلى محافظة والآن مدينة كبيرة، يعني تعتبر من أهم المدن أو المحافظات في الكويت. كان لها تاريخ وتمسك في التراث والأصالة، ما زالت عند أبناء الجهرة موجودة. أيضا تتلمذوا على أو عاصروا أجيال من الشعراء في الجهرة. يعني احنا فتحت عيوننا على فنون جميلة في الجهرة، العرضة والفريسني والمجيلسي والسامري. كل هذه الألوان من الفنون نمت الشاعر في الجهرة، في محافظة الجهرة، وطورت من هالمواهب هذه إلى أن يعني أصبحت تصدر النجومية وتصدر الشعراء. واحد من الشعراء أمس قال احنا نتريق شعر ونتعشى شعر ونتغدى بعد شعر أعتقد.